السلام عليكم. أهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة تاني يوم العيد، هنعمل أكلة تحفة. شوية محشي بقى، بتنجان وكوسة وفلفل، وجنبها بط بس بطريقة تحفة. ولا هنسلقه بقى ولا أي حاجة، ولا هنحمره ولا الكلام ده. هنعمله في كيس حراري. خليكم معايا للآخر وهتشوفوا. نقول بسم الله. انا معايا بتنجان وكوسة وفي فلفل طبعا. بتنجان يعني لازم جنبه فلفل، والكوسة دي معانا طازة وصبحة. بص، مجرد ما بحط ضفري تعلم مكانها كده، معناها ان هي الكوسة طازة. نقول بسم الله. هنقور مع بعض البتنجان والكوسة. صلوا على النبي يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معانا ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. انا بحاول بقدر الامكان ما فوتش معاكم اي حاجة في الفيديو. كلنا بنتعلم من بعض. بسم الله ما شاء الله، البتنجان طري في ايدي جدا، وكان ما شاء الله في ثانية بيتقور معايا. مفيش اسهل من كده. دي اتقطعت مني وانا بقورها. انا مرضتش اقطع المقطع، حبيت اوريكم مش اي حاجة تترمي برضو. اتفتحت فتحة كبيرة، قصيت الجزئية ده وخليت الفتحة قصيرة شوية اهي. كله ينفع، مفيش حاجة اسمها ما تنفعش. نقور برضو مع بعض. بسم الله ما شاء الله، البتنجان الابيض اللي كان بصراحة تحفة. نخلص كمية البتنجان كلها مع بعض، وبعد كده نمسك الكوسة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. بصوا، انا معايا مقوار جميل قوي 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 للكوسة، بس بصراحة هي عايزة الكوسة ما تبقاش صغيرة قوي، يعني تبقى وسط كده. انا قورت الكوسة معاكوا اهو. بسم الله ما شاء الله. وهكمل عليها بالمقوار. سهلة بقى، يا دوبك تنظيف بسيط بس. اتقورت وبقت تحفة من جوه. وبرضو نسيب فيها شوية لحم كده برضو، ما نقورهاش للآخر. وابتدي أجردها بالسن بتاع المقوار عشان تبقى مقلمة معانا بالشكل ده، شكلها تحفة. نعمل مع بعض الصلصة بتاعت المحشي. معلقتين سمنة حلوين وشوية زيت. ومعايا بصلاية بقطعها، بديها تشويحة بسيطة بتخلي الصلصة طعمها مسكر وحلو. ومش هقطعها كلها، يعني على قد ما انا شايفة كده ان يا دوبك تشويحة بصلاية كده تدي للصلصة طعم، مش شرط البصلاية كلها. وبقيتها خدتها هضربها في الخلاط مع الطماطم. ده كيلو ونص طماطم، عليهم تقريبا نص كيلو بصل. تمام، اضربه في الخلاط. انا جبتها لكم من الاول. بسم الله ما شاء الله. وده فلفل احمر حطيته برضو في تسبيكة الطماطم، بيدي طعم جميل جدا 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 للمحشي. انا كنت بحب دايما يعني اخرط قرن فلفل، بس انا استكفيت بالفلفل الاحمر ده. تحفة، متفرز عندي وبطلع منه للمحشي. انا حطيت كمون، فلفل اسود، ملح، كزبرة، وشوية سكر وبابريكا، ودي سنة شطة صغيرة.
خليه حلواني كده، والاطفال برضو يتحملوه طبعا، ما نكترش. تمام. وانا معايا خضره شبت وبقدونس وكزبره، انا بستعمل التلاتة مع بعض، منضفاه كويس جدا وغسلاه وقطعته زي ما انتوا شايفين. وهعمل حاجه اسمها محلول للبتنجان والكوسه والفلفل، شويه ملح وشويه خل في قلب الميه. بعد ما بشطف وبغسل البتنجان والكوسه بعد ما قورته كويس جدا، هتشوفوا معايا دلوقتي في الطبق في قلب الحوض. بغسل البتنجان والكوسة والفلفل اللي انا مقوراهم، هحطهم في المحلول بتاع المية والخل والملح زي ما انتوا شايفين. بسم الله، الله اكبر. بيخلي طعم جلد البتنجان او الكوسة طعمه حلو كده. ما بتلاقيش الحاجة عدبة. خلصنا الكمية كلها. بغطسها في المحلول بتاع الملح والخل والمية. ودي الصلصة بتاعتنا، بوريكم في اول تسبيكتها. طبعا لسه فيها شوية مية، ابتدت اهي تتسبك والسمنة تفصل عن الطماطم، يبقى كده هي في بداية قربت ان انا اطفي عليها. تمام. ودي بعد ما اتسبكت خالص والمية بتاعتها نشفت تماما، ويدوبك اللي بان فيها الايدان بتاعها او السمنة بتاعتها. دي كده صلصة المحشي بتاعتنا. هضيف عليها الرز بتاعنا. كمية البتنجان بتاعنا خد 1.4 كيلو رز. البتنجان والكوسة والفلفل ده 5 كوبايات بمعدل 1.4 كيلو رز مغسول كويس جدا. قلبته في الصلصة زي ما انتوا شايفين، الصلصة من تحت اتكرملت مش اتحرقت. بقلبه، حطيت شوية زيت عشان يفرفر الرز معايا، وطفيت على الرز بعد ما شوحته في الصلصة. وبعد ما طفيت وابتدى يستهدى شوية هضيف الخضرة. طبعا احنا متفقين ان الخضرة بضيفها بعد ما بيستهدى عشان تفضل خضرة وما تتبلش وما تسودش. ودي معلقة نعناع بتفرق في الطعم جدا وبتبقى تحفة. ودي الخلطة بتاعتنا جاهزة ما شاء الله. والحلة اللي انا عملت فيها التسبيكة هي الحلة اللي هرصص فيها البتنجان بتاعنا والفلفل. ماشي. هفرش في الأرضية شوية خضرة من اللي أنا كنت مقطعاهم اللي اتبقوا. هصفي البتنجان والكوسة والفلفل بتاعنا من المحلول اللي أنا كنت نقعاه فيه الخل والملح والمية بعد ما اتغسلوا طبعا كويس جدا. أنا ما بغسلوش تاني بقى، بعد ما بصفيه ما بغسلوش تاني عشان تبقى كده البتنجانية معانا مملحة وطعمها حلو. أحشي بقى البتنجان معانا. طبعا ما بكبسش قوي، بسم الله ما شاء الله، تبقى طرية وبتسيبي تقريبا عقلة صباع عشان تدي مسافة للرز يستوي وفي نفس الوقت ما يخرجش بره البتنجانة. نفس الكلام الكوسة. والكوسة انا ما بحطش ايدي وزنق كده الرز، لا انا بخبطها خبطتين بس، وبرضو بسيب عقلة صابع. حلو كده. وده الفلفل بتاعنا نفس الكلام. بسم الله ما شاء الله، برضو سيبنا شوية. ده البتنجان الاسود بتاعنا طعمه رائع بيبقى، وفايدته بتبقى عالية جدا، مليان حديد. اهو برضو عقلة صابع. نخلص الكمية كلها مع بعض ونرصصها في الحلة. دي اخر واحدتين فلفل. ودي الحلة بتاعتنا كلها ما شاء الله، الله اكبر. خلصنا الكمية كلها.
انا اسفة طبعا ان انا شغالة بايدي قدامكم، بس زي ما انا متعودة هحاول بقدر الامكان ابقى اشتغل بجلافز بعد كده. ارصص الكوسة بتاعتنا في الصينية لاني انا هسقيها شوربة بطماطم، وهدخلها الفرن، مش هسويها على النار زي البتنجان والفلفل. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ريحة المحشي تحفة. ده المحشي بتاعنا ما شاء الله بعد ما خلصناه. بسم الله الله أكبر. تعالوا بقى لأهم حاجة، البطة. البط بتاعنا اللي هنعمله النهاردة بطريقة تحفة. دي بصلاية معايا، حطيت عليها فلفل اسود وملح و7 بهارات، وهعصر ليمونة. بسم الله الله أكبر، صلوا على النبي. شوفوا للآخر. هدعك البصلاية بالتوابل دي كويس جدا بإيدي. ودي بطاية معانا يا جماعة، أنا بوريكم واحدة بس، احنا عاملين 2. بدعك البطاية كويس أوي من بره ومن جوه بالبصل، بالملح بالفلفل بالبهارات، مفيش أي حاجة، هو كده وبس. زي ما انتوا شايفين. ودي أنا معايا صلصة في التلاجة كانت باقية من تسبيكة حاجة، خدتها ودهنت بيها برضو البطاية. وده يا جماعة حاجة اسمها كيس حراري، من عند أي واحد بيبيع المستلزمات بتاعة اطباق الفل والمناديل والكوبايات البلاستيك والحاجات بتاعة المطبخ دي. في مقاسات وأحجام طبعا، يعني في صغير كبير وسط. حطيت في قلبه البطاية وشوية ورق لورا، فلفل اسود وحبهان بس. وبيجي مع الكياس دي زي ما تقولوا كده طبعا حاجة خاصة بالكيس، زي سلك اهو، ده مغلف بيتربط بيه الكيس اهو. هربط بيه الكيس واقفل كويس قوي، وهجيب سكينة واخرم الكيس خرمتين صغيرين جدا، بصوا بس كده. وهاجي في قلب الصينية. المفروض في ناس بتحط شقشق مية، انا مرضتش احط مية، حطيته على ارضية الفرن. ابتدت البطاية اهي تنزل المية بتاعتها. انا حبيت اوريكم في نص السوا، انا حاطين بطتين زي ما انتوا شايفين. تمام. وهنسيبها تستوي، خدت مننا 2 ساعة. ودي بعد ما خلصت بسم الله ما شاء الله. هفتح واحدة معاكم. ولو فتحتوا الكيس يا جماعة ولقيتوا ان البطاية ما خدتش وش حلو، ممكن تطلعوها في صينية وتقوموا مشغلين الشواية عليها بعد ما تطلعوها من الكيس. مش عايزة اقول لكم الريحة ولا الطعم، البطاية مهرية. بسم الله ما شاء الله. بصوا اتفصلت من بعض. انا نقلتها في صينية تانية، هي والتانية دي البطاية التانية ما خدتش وش احمر زي التاني، فانا هشغل لها الشواية وهوريكم في الاخر هيبقى شكلها ازاي. شوفوا مستوية ازاي، انا بوريكم مستوية ازاي. في ثانية اللحمة بتطلع مستوية زبدة تحفة، وريحتها تجنن، والطعم بيبقى مختلف شوية عن لما بتسلقيها بقى وتقومي محمراها. شوفوا واحدة ما شاء الله من كتر ما سواها تحفة. دي لسه هتاخد وش. بصوا بعد ما خدت وش دخلتها الفرن شوية، متفصلة من بعضها ازاي من كتر ما هي مستوية، ولحمها طري وطعمها يجنن. بسم الله ما شاء الله. كده البط جاهز معانا.
تعالوا نسقي مع بعض المحشي. احنا كان عندنا في الفريزر، طبعا احنا عشان شاويين البط ما في الشوربه، كان عندنا في الفريزر شوربه، حطيت عليهم معلقتين صلصه وسقيت الكوسه وحطيتها في الفرن. وده البتنجان معانا برضو هنسقيه بشوربه. هو في نص الحله، نص البتنجانه كده، ونغطي كويس قوي ونسيبها تستوي براحتها. الكوسه بتاعتنا بعد ما استوت بنولع لها الشوايه عشان تاخد وش كده وتبقى شكلها جميل. دي لما استوت، بس هنولع الشوايه شويه. وده البتنجان بتاعنا، بسم الله الله اكبر، بعد ما استوى. بصوا البتنجانيه استوت، والرز في نفس الوقت ما شاء الله مفلفل وتحفه. وده الكوسه بتاعتنا بعد ما خدت الوش، هنبتدي نغرف. بصوا انا بوريكم تاني انها مستويه جدا ما شاء الله. وده طبق البتنجان والكوسه بتاعتنا. ودي البطايه ما شاء الله لحمها طري جدا. وده كان اكلنا النهارده، وده اساس اكلنا البطايه بطريقه الكيس الحراري. والسلام عليكم.